يكون علم وهبي أو يكون علم كسبي، وقد يجمع الله بين العلمين، فيجمع للعبد بين العلم الوهبي وبين العلم الكسبي. وضرب لنا عدة أمثلة، وكان من ضمن الأمثلة موضوع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي نال نصيبين من العلم الوهبي بتلقيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره، والعلم الكسبي أنه سأل النبي وقال: يا رسول الله إنني لا أحفظ، فقال النبي: ابسط رداءك فإذا فرغت من الحديث فاضممه إلى صدرك، فكان يفعل ذلك، ولذلك كان أحفظ القوم حديثا. وهذه تعرف بأنها وهبية، وعلمناه من لدنا علما، وهي التي لا تجري فيها الأسباب الظاهرة. كل علم لا يجري فيه السبب الظاهر فهو وهبي ولدني، وكل علم يجري فيه السبب الظاهر فهو علم كسبي، أي بمعنى فيه التلقي وفيه السؤال وفيه كذلك الترقي من الشيخ حتى يبلغ به إلى مرتبة العلم اللدني. وأكبر مثال ضرب لنا في الحديث الطويل الذي استمعنا إليه هو حديث موسى والخضر، وكلهم على علم من علم الله. والجميل أن هذا الحديث كثر فيه اللغط وكثر فيه الكلام وكثر فيه الجدل لدى البعض بالطبع، وأهل الحق أو بمعنى أهل التحقيق لا يشغلون طلبتهم وتلاميذهم بالجدال في تفصيلات المعارف والعلوم، بل يأخذون زبدة المعرفة. فحديث الخضر وموسى هو نموذج من نماذج العلم الذي يعطيه الله من يشاء. فأعطى نبينا موسى علم الظاهر المكتسب بالباطن، لأنه يعطيه العلم جبريل، فليس كعلم الناس، وإنما هو أيضا علم الوحي، لكنه نموذج من النماذج. ثم بعد ذلك عتب الله على موسى عندما نسب إلى نفسه العلم، وكلنا ذلك الرجل. يجب ألا ينسب الإنسان إلى نفسه شيء من العلم، ولكن يقول الله أعلم. ولو أن إنسان سألك ولم تستطع أن ترد الإجابة فقل الله أعلم، فإن كلمة الله أعلم هي كفاية وتكاد أن تكون جامعة للمعنى. ومن عرفه الله علم عليه أن يقول: عرفت كذا وعرفت كذا والله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. هذا أدب العلم، ألا ينسب الإنسان الشيء لنفسه نسبة تقطعه عن شيخه، تقطعه عن سلفه، تقطعه عن نبيه، تقطعه عن تسلسل السند الذي أخذه. سيدنا موسى عليه السلام قال كلمة صحيحة، أنه ليس أحد في زمنه من باب علم أحد أعلم منه، لأنه لا يوجد نبي يضارعه ما عدا أخوه هارون، لكن هارون أقل منه وأدنى منهم بلا خلاف، فكان يعتقد هكذا. قال: فعتب الله عليه وقال له: عبدنا في مجمع البحرين أعلم منك. وهذا فيه فائدة يطول الكلام فيها. لو طلبنا من طلبة العلم أن يأخذوا هذا الحديث ويقسموه ويفصلوه إلى مفاصل، كل مفصل يختلف عن الآخر، كل مفصل في الحديث يختلف عن الآخر، كل مفصل فيه نموذج من العلم، كل مفصل فيه نموذج من الفتح، كل مفصل فيه نموذج من الابتلاء، كل مفصل فيه نموذج من الاختبار، كل مفصل فيه نموذج من التطبيقات التي يختبر بها موسى مع من؟ مع الخضر، إضافة إلى ما سبق ذلك من قضية المكتل والحوت، وكيف أنه كانوا يأكلوا من الحوت ويتغدون ويتعشون منه، حتى إذا بلغوا إلى الصخرة وخلدوا إلى النوم كيف تسلل الحوت المأكول الذي يؤكل منه، فخرج مرة أخرى إلى البحر وشاهده بعينه يوشع بن نون ولم يكن خفيا عليه، ثم نسي بعد ذلك، وما جرى ما بين مرحلة الحصول على الوقوف عند الصخرة والعود مرة أخرى من التعب والألم كما سمعتم. المسافة التي ساروها خارج دائرة الإذن، أو كما تسمون في زمانكم خارج دائرة التغطية، يعني لم يكن في ذلك مأذون به، لكن هذه المسافة تعب فيها موسى. قال: آتنا غدانا أو غداءنا لقد لقينا من سفرنا. كلمة هذا ليس كله، ولكن هذا أي المسافة التي ساروا فيها وجد فيها التعب، فشرح له ما شرح. ثم التقى برجل مسجن بثوب عند ساحل البحر، وهكذا بدأ السؤال والجواب.
ثم بعد ذلك بدأ الاختبار، وكانت النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى.